صعدي دكتورة بان، هاي كاتبة الدكتورة بان، صعديها ودق إذا موجودة. يا هي الماتت، يا الميتة. دكتورة بان مو رشحتوها حتى متصعد؟ شنو شكو؟ دكتورة نفسية، إي صعدوها. يو بسم الله الرحمن الرحيم. يو دوما ناخذتني ودق، بس هي مقتولة لو منتحرة. يما يا ربي دخيلك، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي دخيلك يا ربي خلاص ودق، لا تكتبي لي بعد. اوي كزبر جسمي. كلمة انتحار تكررت عندي هواي، غلست يعني حبيبتي، يعني هواي كررتن هذا التعليق. كتب لي اياه بالخاص، كتب لي اياه بالسناب، كتب لي اياه هنا. هواي 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 صرت اوفر يعني. ما عندي اي معلومات عن الموضوع كله. زين انتي قاعدة ومؤثرة وآلاف الناس تباوع لك، هل من المعقول والمنطق أجي أنا على تعليق أقرأ جوه ما أعرف شكو وما أعرف شنو وما أعرف شنو الموضوع وما أعرف شنو الحيثيات، ينكتب اسم دكتور دكتورة انتحرت؟ زين أنا ما أعرف لا اسم الدكتورة أعرفه الله يرحمها، ولا أعرف شنو الحيثيات، ولا أعرف شيء، والكلام متناقض. خلاص ودق لا تكتبي لي بعد. اوي كزبر جسمي. ترى السوشيال ميديا ما يأثر شيء، ترى هاي الناس تصعد موجة بدون مشاهدات. أراهن هاي النسوان اللي واقفة كليتها كل احنا تعرضنا للتعنيف، وكل احنا تعرضنا للاضطهاد، وكل احنا كان ممنوع علينا نقول لا. احنا للأسف العفو ثقافة الله ممنوعة عندنا، كل شيء لازم نرضخ، لازم نقول ايه. إلى متى هذه الايه؟ إلى متى؟ احنا ببلد تعلمنا انه العيب اهم من الحرام، بس اللي صار حرام. بين عصابات، عندنا اولادنا من كل فئات وشرائح ومهن المجتمع، بناتنا وولدنا، فاحنا نحميهم بدمنا. هي ناس تدور مشاهدات يعني. القاتل عدو الله، لا اله الا الله. انا هسه اذا حكيت ايش راح اقدم واخر؟ قضيتنا النهارده واللي اغرب حاجه فيها هم الاهل، قضيه الدكتوره بان زياد طارق. القضيه دي من اكتر القضايا اللي انطلبت مني سواء في التعليقات او رسائل انستجرام، وانا اتاخرت شويه بس في الاخر قررت ان اعملها عشان نعمل حاله ضغط مع الراي العام، يمكن نقدر نساهم ولو بشيء بسيط ان حقها يرجع. وعشان انا اطلع احط لك فيديو بامور كلش 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 مهمه بالحياه وتفيدك الك، او يصير فد حدث كلش كبير بالحياه يفيدك الك، يعني من اطلع اني اتكلم بعبره كلش كبيره الك. أبناء محافظة كركوك نظمنا وقفة أمام مفوضية حقوق الإنسان، لأن هذه المفوضية الوحيدة اللي نعتمد عليها في هذه القضية. للأسف دكتورة بان هي لا راح تكون أول ولا راح تكون آخر قضية بشعة تواجه النساء. للأسف يوميا نشوف حالات قتل. ما يصير حبيبتي وحده ميته والف رحمه ونور عليها بغض النظر عن الطريقه شلون ماتت عليها. اقعد انا اسوي فيديوهات حتى انت تطبين تعلقين وذاك يطب يعلق وهذا يسب وهذا يقعد يخمن عليها وذاك يقعد يضربها بمحصناتها وذاك يقعد يقول استغفر الله من وذا. انا هذا كله اني اتحمله. المظاهرات طلعوا واللي كتب على ايده دكتورة بان واللي هتف بلغات متعددة حتى يوصل صوت العراقيين لكل مكان بالعالم. البنية هسه بيدين الكريم العظيم، بيدين اللي أرحم من البشر واللي أرحم من المنها وبيها. ما يجوز عليها غير الرحمة. يمه بنية ماتت راحت إجا يومها وماتت حبيباتي، ما يجوز لها. إحنا كنساء مقهورين على الوضع الصار غير الرحمة حبيباتي، ونسد الموضوع ينسد لأن متشعب وغامض وبيه هواية فروع. منو أنا وأنطي رأيي؟ من أكون وأنطي رأيي بشي ما أعرفه؟ فأني وأنت المفروض إحنا نحاول نخلي البنية هاي قدر الإمكان إنه تنستر وترتاح بتربتها. ماتت أني أطلع عليها لايف وأحكي وأفتح ليش؟ ناقصة أني مشاهدات، ناقصة لايفات، ناقصة جمهور. هاي ناس تعبانة فارغة فاشلة تسوي الفيديوهات حتى تاخذ براس الميتة تعليقات ولايكات، وحق هذا الله الفوق راسي، وحق هذا الله. لا حد ميت عليها ولا حد هامها هي شلون صارت، وما حد خسران غيرها، هي اللي ماتت. صار مثل الورد، لازم أحكي بعد ما أقدر أتحمل أسكت، قلبي راح أموت.
ليش؟ ليش؟ عندكم مشكلة وياها، عندها مشكلة وياكم، قررتوا تتخلصون من عندها. ليش بهالطريقة هاي؟ شنو الوحشية هاي؟ شنو الإجرام؟